السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كفتة الرز. انا ضيعت وقت كتير لما كنت بروح عند الجزار واستنى عشان افرم الكفتة واخد من عنده اللحمة، لكن دلوقتي بقت سهلة جدا، اقدر اعملها في البيت في اي وقت. زي ما انتوا شايفينها كده، بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، مفيش احلى من كده. طبعا ده يبقى فطارنا النهاردة. يعني حبينا نغير كده في رمضان، فقلت اعمل لهم كفتة رز باللحمة في البيت. هنعمل مع بعض الطريقة دلوقتي ان شاء الله، وتشوفوا احنا عملناها ازاي. هي اللهم بارك، لو معايا كيلو لحمة وجبت عليه ربطتين بقدونس وشبت وبصلتين حلوين كده. طبعا حطيت عليهم كوبايتين ونص رز، انا كنت غسلاه ومنشفاه وطحناه في الكبة بتاعة الخلاط. زي ما انتم شايفين كده حطيت الكوبايتين ونص. الرز بتاعنا يعني طحناه في المطحنة بتاعة الخلاط. 6 فصوص توم. طبعا حطيت التوابل بتاعة اللحمة زي ما انتم شايفين كده، صبعتهم بالطريقه دي لان هم ما شاء الله رموا معايا كميه كبيره، فطبعا خليت والدتي تساعدني في التصبيع عشان نخلص بسرعه. اهو بسم الله ما شاء الله، شايفين هي طالعه عامله ازاي. اللهم بارك. اسهل كفته رز في البيت. هنجيب طبعا الرز تغسليه كويس وتنشفيه. يبقى سهل جدا ان هو يتضرب في المطحنه بتاعه الخلاط. نضيف عليه اللحمه بتاعتنا، ونضيف ال6 فصوص توم وبصلتين والتوابل بتاعت الكفتة، اللي هي التوابل اللي عندك اللي هي بتاعت اللحمة. زي ما انتم شايفين هي بتصبع ازاي، والدتي بتصبع ازاي سهل جدا. بتبلي يعني ايديها زيت وبتصبعها، وطبعا نخلص الكمية كلها اهو. اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، طالعة جميلة وتحفة، وطعمها وريحتها زي الفل اهو. احنا كده طبعا بنخلص الكمية اللي كانت معايا، هي ما شاء الله رمت كمية كبيرة زي ما شفتها في اول الفيديو. طبعا اكون محضرة الزيت بتاعي، الطاسة بتاعت الزيت، واحط الكفتة عشان اقليها. انا عاملة مدورة وعاملة صوابع، وهي عملت ما شاء الله الكمية دي كلها اتحمرت ما شاء الله عليها. رمت الكمية دي كلها. اللهم بارك وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، لان الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم تعرض عليه وبتزيد في الحاجة بركة اهو. طبعا كنت محضرة بصلاية والطماطم طبعا سبكتها زي ما انتم شايفين كده. هنضيف عليها بقى ايه الكفتة بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ولا احسن ولا اروع من كده. جميلة وطالعة كده يعني، ما شاء الله عليها، حاجة من ايدك في البيت، مفيش حد حط ايده فيها خالص، لا جزار ولا فرام ولا عملتش اي حاجة خالص بره، كل حاجة عاملاها في البيت اهو. بسم الله ما شاء الله، شايفين جمالها عاملة ازاي. طبعا كنا الاول بناخد وقت وبنروح عند الجزار زي ما قلت لكم ونقف. مفيش وقت طبعا دلوقتي في رمضان، عايزين كل حاجة تبقى جاهزة موجودة في بيتنا ومن عمال ايدينا احنا. لو الفيديو بقى عجبك اعملي لايك وشير وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مع قناتي، قناة وفري ودبري وفي بيتك عمري، ام يوسف. وياريت تشيروا الفيديو عشان الناس تستفيد منه. وعايزة كومنت حلو منك كده عشان خاطر بتشجع لما بتحطولي كومنتات وبتحطوا لايك، وببقى مبسوطة جدا بالحاجة اللي انا عملتها. يلا بقى كده اعملي الكفتة، ومش هتاخدي وقت زي الاول ولا اي حاجة، وهتطلع من ايديكي زي السكر. شوفوا بسم الله ما شاء الله عاملة ازاي. اوعي بقى تنسي اللايك والكومنت الحلو منك عشان خاطر القناة تكبر بيكوا يا احلى متابعين. شايفين اللهم بارك. زي ما انتوا بتقولوا تسلم ايديك على الكفتة، انا كمان بقول لكم تسلم ايديكوا على اللايك والكومنت الحلو اللي هتحطوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.